فيلم ذا دارك تاور. بيبدأ أحداث الفيلم مع مجموعة من الأطفال وهم بيلعبوا في مكان محتجزين فيه، وبيسمعوا صوت صفارة الإنذار جاي من مبنى شكله غريب قدامهم، وبيظهر مكانهم على قمة جبل عملاق في عالم شكله غريب. داخل المبنى ده بيكون فيه عمال شكلهم غريب وبيكونوا بيعملوا تجارب على الأطفال. بنشوفهم هم بيسحبوا قوتهم عن طريق جهاز وبيوجهوا القوة ديت اتجاه البرج المظلم اللي بيكونوا عايزين يدمروه. بنشوف بعدها الظلام بيبدأ إنه يغطي العالم، وساعتها بنشوف جيك وهو بيصحى من النوم بسبب زلزال قوي وكأنه شاف اللي حصل قدام عينيه. أمه بتدخل الأوضة علشان تطمن عليه. بنشوف جيك وهو بيفطر وبيبدأ إنه يرسم كل اللي شافه في الحلم، وبنعرف إن امه اتجوزت من شخص تاني بعد وفاة ابوه. امه بتبلغه انه بعد المدرسه هيروح للدكتور النفسي علشان يعالجه من الهلاوس اللي بتجيله. جيك بيعلق الرسمه اللي رسمها من الحلم فوق مكتبه، وبيكون الرسومات دي لراجل لابس بدله سودا. جيك مع واحد في المدرسه بيتنمر عليه وبيسرق منه رسوماته، بس جيك بيضربه والمدرسه بتطلب منه انه يروح بيته. جيك بيقابل الدكتور النفسي في البيت وبيحكي له عن البرج المظلم اللي بيشوفه دايما في احلامه، وبعدها العالم بيتدمر وعن الناس اللي شكلها غريب اللي بيخطفوا الاطفال علشان يدمروا البرج. طبعا الدكتور مش بيصدقه وبيقول له ان كل ده وهم بيشوفه بسبب حبه لابوه اللي مات، وساعتها بيحصل زلزال قوي تاني. جيك وهو بيعدي الشارع بيشوف واحد من الناس اللي شكلهم غريب بيعدل الجلد اللي على وشه زي ما يكون لابس قناع، وراجل مشرد في الشارع بيقول له انهم بيخطفوا الاطفال المميزين اللي زيه بسبب قدرتهم وقوتهم العقليه. بيطلب منه انه يهرب بسرعه. جيك بيركب باص وبيهرب من المكان بسرعه، وبيقابل تيمي صاحبه وبياخده معاه البيت. امه ما بتكونش شايفاه وما بتعرفش انه وصل. جيك بيسمعها وهي بتزعق مع جوزها بسبب كرهه ليه. بيقول له بعدها انهم عرفوا انه ضرب زميله في المدرسه، وامه بتقول له انه هيروح لدكتور نفسي في عياده متخصصه. جيك بيتضايق وبيدخل لصاحبه تيمي وبيحكي له عن اللي امه وجوزها عايزين يعملوه معاه، بس تيمي بيكون هو كمان شايف ان جيك عنده مشاكل نفسيه. جيك بعدها بيشيل كل الصور اللي رسمها في احلامه وبيتمنى انه ما يشوفش احلام تاني. جيك اول ما بينام بيشوف ارض في عالم تاني بتكون محروقه، وبيلاقي الراجل اللي لابس اسود اللي دايما بيرسمه. بيروح لواحد منهم قبل ما يموت وبيحرقه بسحره. بنشوف واحد اسمه رولاند وبيكون تبع جماعه حاملين السلاح، كل مهمتهم انهم يحموا البرج المظلم اللي بيحمي العالم. بيكونوا سامعين والتر وهو بيقرب عليهم، فجاه بيظهر والتر قدامهم وبيوقف نفس ابو والتر بسحره، وبيقول لرولاند بعدها ان هو الوحيد اللي فاضل دلوقتي من حامل السلاح، لان قوه رولاند هي اللي منع والتر انه يقتله. فرولاند بيضرب عليه رصاص من ظهره ووالتر بيمسكها بكل سهوله، وبيقول له ان البرج الاسود هيقع قريب. بيسيبه بعدها وبيمشي، وبيظهر بعدها بيت شكله مهجور، وساعتها جيك بيصحى من النوم وبيروح بعدها لصاحبه علشان يحكي له على اللي حصل. بيوري له صوره رولاند والبيت اللي رسمهم، بس تيمي مش بيكون مهتم باللي بيقوله وبيسيبه وبيدخل. جيك بيرجع لبيته وبيبدا انه يبحث عن البيت اللي بيكون عارف انه في نفس مدينته. في الوقت ده جوز امه بيدخل عليه وبيقول له ان في ناس من العياده النفسيه جم علشان ياخدوه. جيك بيكون خايف بس بيخرج يقابل جيل اللي جاي تاخده، وبيكون معاه واحد اسمه توبي وبتقول انه السواق، بس جيك بيشك فيهم بعد ما بيلاحظ ان ايد جيل شبه ايد الرجاله، وبيشوف كمان علامه غريبه في جلد توبي زي الناس اللي بيشوفهم في احلامه، فبيطلب من امه انها تساعده في توضيب شنطته. جيك بيفضل يترجى امه عشان ما يروحش مع الناس دي، وبيقول لها ان الناس دي هم اللي بيشوفهم في الحلم. طبعا امه بتكون شايفه انه بيخرف. جوز امه بيدخل عليه وبيهدده انه هيوديه بالعافيه. بعد ما بيخرج جيك بيشوف ان في حد رد عليه بخصوص البيت، وبيقول له ان البيت ده بتاعه القديم وبيكتب له العنوان. جيك بعدها بيقول لهم انه موافق انه يروح معاهم، وبياخد كل الرسومات وبيقول لهم انه هيجيب فرشه سنانه من الحمام. جيل بتشك فيه وبتقول لهم ان اكيد ناوي يهرب. جوز امه بيكسر الباب وبيلاقوا جيك فعلا هرب من الشباك الحمام. توبي بيجري وراه بسرعه وبيستغربوا انه بيتحرك زي الوحش ورا جيك. جيك بيفضل يهرب منهم من فوق الاسطول لحد ما بينزل الشارع، وبيلاقي جيل بتجري وراه هي كمان علشان تمسكه، بس بيقدر انه ينزل من نفق وبيعدي الناحيه الثانيه. بيقدر انه يهرب منهم. امه بتكلمه وبتطلب منه انه يرجع. جيك بيقول لها انه بيحبها بس مش هيقدر يرجع تاني، وبيقفل معاها علشان بيكون وصل البيت اللي شافه في حلمه. جيك بيدخل البيت المهجور وبيحس ان في حركه غريبه في المكان. بعدها بيشوف جهاز في الحيطه وصوت مسجل بيطلب منه انه يدخل كلمه السر، فبيفتكر انه شاف رقم 19 مرتبط بالبيت ده في حلمه. واول ما بيكتب الرقم بيتفتح بوابه غريبه في الحيطه، والتسجيل بيقول له انه هيسافر دلوقتي لعالم تاني. جيك بينبهر من شكل البوابه وبيحدف جسمته جواها علشان يشوف هيحصل ايه، ولما بيطمن بيقرر انه يدخل من البوابه، بس ساعتها بتحصل حاجه غريبه وبيظهر وحش مصنوع من الخشب وبيكتف جيك علشان يمنعه من الهروب. واول ما جيك بيزعق فيه وبيأمره انه يسيبه، الوحش ده بيتدمر والخشب بيقع على الارض. جيك بيجري بسرعه على البوابه وبينط جواها، والبوابه بتتقفل بعدها. بيلاقي نفسه بعدها في عالم تاني شبه الارض، وبيشوف اكتر من كوكب قريب من السماء، وبيلاقي كمان نسخه تانيه من جسمته اللي رماها. بنشوف بعدها مساعدين والتر في نفس العالم، وهم بيراقبوا كل الاطفال اللي عندهم قوه روحيه زي جيك كده في اي عالم تاني علشان يخطفوهم. والتر بيوصل للمقر بتاعه وبيطلب من شخص بيشتغل عنده وبيكون شكله غريب انه يلبس وش انسان عادي لانه بيكون متضايق من شكله ده، وبيساله بعدها لو في اطفال جداد للتجارب بتاعته، فبيوروا له صوره اطفال وبيكون صوره جيك
في وسطهم. مساعده والتر بتقول له ان في شخص دخل العالم بتاعهم من خلال البوابه، وما بيكونوش يعرفوا ان جيك هو اللي عمل كده. والتر بعدها بيسافر لبوابه قريبه من بوابه جيك اللي استخدمها علشان يشوف مين اللي استخدم البوابه. وفي نفس الوقت جيك بيكون لقى مكان حد كان مخيم فيه وبيكون عطشان جدا، فبيشرب من ازازه الميه اللي كانت موجوده. بيظهر ساعتها رولاند اللي والتر قتل ابوه. جيك بيتعرف عليه وبيقول له انه كان بيشوفه في احلامه، بيوري له الصوره اللي رسمها له وبيقول له انه شافه بيحارب راجل لابس بدله سوداء. رولاند بيشك ان والتر هو اللي بعته وبيهدده انه هيرميه من فوق الجبل لو ما قالش على مكان والتر. جيك بيكون مرعوب وبيقول له انه ما يعرفش مكانه وانه شافه في احلامه بس. رولاند بيصدقه وبيعرف ان جيك عنده قوه روحانيه قويه لما بيوري له صوره رسمها لوالتر وبيكون وراه المكان اللي بيخطف فيه الاطفال. فبيقول لجيك بعدها انه ياخده المكان قبيله بعيد لانه بيكون عايش معاهم عرافه ممكن تفسر رسوماته والرؤيه اللي بتجيله علشان يقدروا يحددوا مكان والتر. وفي نفس الوقت والتر بيوصل للارض من خلال بوابه وبيشوف بنت وامها مبسوطين مع بعض، فبيأمر البنت انها تكره امها والبنت فعلا بتبص لامها بعدها بكره. وبيروح يشوف البيت اللي جيك هرب منه، فبياخد ازازه كانت واقعه على الارض عليها اثر دم جيك، فبيروح لمكان تاني فيه ناس كتير من مساعدينه وبيكونوا عايشين وسط الناس. والتر بيقول لصاحب المكان ان في شخص هارب من بوابه في مدينته وقتل الشيطان اللي بيحرس البيت. الراجل بيعتذر له وبيقول له انه هيلاقيه. والتر بيديله الازازه اللي عليها دم جيك والراجل بيحط الدم على لسانه وبيقول له ان الدم ده لطفل قوته روحانيه قويه جدا. والتر بيقول له ان اللي يقتل الشيطان اللي بيحرس البوابه اكيد دمه نقي. وبنت بتكون موجوده بتقول لوالتر ان في طفل هرب من 2 من المساعدين امبارح. بنرجع لجيك اللي بيكون رايح مع رولاند لقريه العرافه، وهم في الطريق بيعدوا على غابه مظلمه بيكون والتر حرق كل اللي فيها. فجاه رولاند بيظهر ورا جيك وبيخبي بسرعه لما بيشوف مساعدين والتر في المكان، فبيخيموا بعدها في المكان. ورولاند بيحكي قصه البرج وبيقول انه موجود في وسط عوالم كتير واللي منهم عالم جيك وعالم رولاند، وان البرج ده هو اللي بيمد العوالم دي كلها بالطاقه ودوره انه يحميهم من الظلام والشياطين اللي مستنين والتر يدمر البرج علشان يحكم العالم. وفي نفس الوقت مساعدين والتر بيكونوا بيجربوا قوه الاطفال اللي موجوده عند جيك عن طريق انهم يربطوهم في كرسي ويسحبوا الطاقه دي من عقلهم ويوجهوها ناحيه البرج علشان يدمروه. وفي كل مره البرج ما بيقعش لان الطاقه ما بتكونش كافيه، وده بسبب الزلازل اللي بتحصل باستمرار من وقت للتاني. بنروح لوالتر اللي بيكون رايح لمساعدين وبيقول لهم انه عرف ان جيك هرب منهم هما الاثنين، فبيحاولوا انهم يعتذروا له وبيدوا له عنوان بيت جيك. فوالتر بيعاقبهم بسحره وبيمشي وبيأمرهم انهم يقتلوا بعض هما الاثنين. والتر بيوسوس لرولاند وهو نايم وبيقول له ان كل اللي بيمشي معاه بيموت. فرولاند بيصحى بيدور على جيك اللي بتكون وحوش الظلام خدعوه وتشكلوا في هيئه ابوه اللي مات علشان يخطفوه. فجاه جيك بيشوف حقيقتهم وبيظهروا شكلهم الحقيقي قبل ما رولاند يشوفه ويضرب نار عليهم بمسدسه. بنشوف الوحوش بتتشكل في هيئه ابو رولاند هو كمان علشان يخدعوه. رولاند بيخرج مسدس وبيضرب عليهم، فالوحوش بتختفي بعدها. بس بعد ما بيمشي مع جيك بيظهر وحش تاني بيهجم على رولاند وبيقدر انه يضربه في كتفه. جيك بيحاول انه ياخد مسدس رولاند اللي وقع علشان يشتت الوحش، فالوحش بيسيب رولاند وبيطلع يجري وراه. رولاند بعدها بياخد مسدسه وبيقدر انه يخلص عليه، بس بيكون اتصاب اصابه قويه بسبب الضربه اللي اخدها. بنروح لبيت جيك وبتكون امه داخله البيت مع جوزها، واللي بيتفاجئوا ان والتر موجود في المطبخ عنده. لوري بتعرفه وبتقول لجوزها ان ده الشخص اللي كان جيك دايما بيرسمه. والتر بعدها بيوقف نفس جوزها بسحره وبيخلص عليه، وبياخد لوري بعدها لاوضه جيك وبيثبتها بسحره وبيقدر يشوف كل رسومات جيك اللي كان رسمها، وبيشوف كمان وهو بيرسم صوره رولاند. بعدها بيقول للوري انها لازم تحس بالذنب لانها كانت عايزه تحط ابنها الوحيد اللي عنده موهبه في مصحه نفسيه. نرجع لجيك ورولاند اللي بيكونوا وصلوا القريه وبيقابلوا هناك العرافه. رولاند بيوريها الصوره اللي رسمها جيك لوالتر، بيقول لها ان هم عايزين يعرفوا مكانه. وفي نفس الوقت والتر بيرجع للعالم الاوسط وبيقول للمساعدين ان جيك هو اللي عنده القدره اللي هتخليهم يدمروا البرج، وبيقول لهم انه موجود دلوقتي في القريه مع رولاند وبيأمرهم يروحوا يجيبوه. العرافه بتبدا انها تعرف جيك على قوته وبتقول له انها قوه روحانيه قويه جدا وعلشان كده والتر محتاجها، وبتطلب منه انه يوري لها كل اللي بيحلم بيه. وساعتها بتعرف منه المكان اللي والتر بيخطف فيه الاطفال، وبتعرف رولاند ساعتها انه موجود في المستودعات الشماليه. رولاند بيطلب منها انه يستخدم بوابه زي اللي جيك بيستخدمها علشان يوصل للمكان بسرعه. فالعرافه بتحذره ان والتر هيعرف مكانه لو استخدم البوابه لانه بيراقب كل البوابات. جيك بيقول لهم ان اكيد في بوابه تانية في نيويورك لانهم كانوا ناويين يخطفوه من هناك. رولاند بيطلب من العرافه انها تبعتهم للمكان ده، ومن هناك هم يدوروا على البوابه اللي هتوديهم لمقر والتر. بيحصل مناقشه بين العرافه وزعماء القبيله، فبيوافقوا انهم يبعتوهم وبيبداوا يجهزوا البوابه اللي على حدود قريتهم، وبيعرفوا جيك كلمه السر اللي هيرجع بيها تاني. بنشوف وحوش والتر قدروا يوصلوا للقريه وبيقتلوا حارس كان موجود وبيدمروا مولد الطاقه، فالبوابه بتتعطل. زعماء القريه بيقولوا لرولاند انهم لازم يرجعوا للقريه تاني علشان يجيبوا قطع غيار ويصلحوا البوابه. الوحوش ساعتها بتكون هجمت على القريه وبيقتلوا كل اللي فيها. هما بيدوروا على جيك. والتر بيكون بيراقب كل اللي بيحصل فيها عن طريق التخاطر مع الوحوش دي. رولاند بيحاول يخلص من الوحوش، فوالتر بيعرف مكانه وبيرصده وبيتاكد ان جيك معاه وبيكون مستخبي، بس بيظهر نفسه علشان يساعد بنت قبل ما الوحش يهجم عليها. الوحوش كلها بتشوفه ساعتها فبيبداوا يطاردوه. رولاند بيطلب من واحد انه يروح يجيب قطع غيار البوابه بسرعه لانه بيشوف وحش داخل البيت وبيحاول انه يخطف طفل عنده قوه زي قوه جيك. رولاند بيدخل وبيخلص عليه، بس وحش تاني بيهجم عليه وبيوقع منه كل الرصاص، فرولاند بيتغلب عليه وبياخد الرصاص بسرعه وبيحطها في المسدس وبيقتله. بنشوف رولاند بعدها وهو مصاب
والتر بيتواصل معاه بسحره وبيقول له مش هيقدر ينقذ جيك اللي بيكون فعلا فيه وحش قدر انه يخطفه ويهرب بيه. بس رولاند رغم انه مصاب بيقدر انه يحدد الهدف ويضرب رصاصه على الوحش ده من غير ما يشوفه، وبيقدر انه يحرر جيك بعدها. وبيروحوا للبوابه بعد ما اتصلحت وبيقدروا يهربوا منها، وبينزلوا في مطعم في نيويورك. الناس في المطبخ بيتصدموا لما بيشوفوهم فبيسيبوهم وبيخرجوا للشارع. في نفس الوقت مساعدين والتر بيبلغوه ان جيك هرب مع رولاند، فبيعاقب المساعده بتاعته وبيحرق لها وشها وبيطلب منهم يعرفوا مكان البوابه اللي جيك وصل لها. جيك بيكون خد رولاند وداه المستشفى علشان يعالجه. الدكتوره بتستغرب من حالته، تقول ان جسمه مليان اشعاع ده غير امراض تانية كتير. رولاند طبعا جاي من عالم تاني فما بيكونش فاهم منها اي حاجه وبيرفض انه يتعالج، وبيفك الاجهزه وبياخد جيك وبيمشي. وبيركبوا بعدها المترو. جيك بيديله مسكنات فرولاند بياخدها كلها مره واحده. بنشوف والتر وصل لمكان العرافه وبيبدا انه يستجوبها بسحره وبيجبرها انها تقول على مكان رولاند وجيك. جيك بيفتكر المشرد اللي قابله في البدايه وحذره من اتباع والتر، فبيروح له مع رولاند وبيعرف انه كان من ضمن الاطفال اللي والتر خطفهم زمان واخد قوتهم. جيك بيتواصل معاه بالتخاطر وبيقدر يعرف مكان البوابه اللي خطفوا فيها زمان واللي بتوصله لمقر والتر. رولاند بيحذره انه يستخدم قوته تاني لان والتر ممكن يرصده ويقدر يوصل لهم. والتر بيوصل من البوابه ومساعدينه بيستقبلوه وبيقول لهم انه مجهز مفاجاه لرولاند لما يوصل لبيت جيك. جيك بيكون خد رولاند وراح لبيته علشان يطمن على امه. بيكتشف ان والتر موت جوز امه، موت امه كمان بعدها وحرقها. جيك طبعا بينهار وبيشوف والتر سايب ليهم رساله على الحيطه، فجيك بيشوفها وبيقدر يعرف والتر عمل ايه مع امه. وساعتها رولاند بيوقفه وبيقول له بلاش يسترجع اللي حصل، لانه اول ما يستخدم قوته علشان يعرف اللي حصل والتر هيقدر يعرف مكانهم. وبيحاول انه يهديه بعدها وبياخده وبيمشي وبيطلع هما الاثنين على سطح البيت. رولاند بيقول له انه هينتقم له من والتر وهيقتله، بس جيك بيتضايق وبيقول له انه عارف انه عايز ينتقم لموت ابوه. وبيعرفه بعدها احداثيات البوابه علشان يروحوا لوالتر وبيسيبه وبيمشي. بس رولاند بيراجع نفسه وبيلاقي ان جيك عنده حق وبيبدا انه يدربه على استخدام المسدس وبيعلمه عقيده حاملين السلاح. وبعدها بيروحوا لمحل اسلحه وذخاير. رولاند بيهدد صاحب المحل علشان ياخد كل الطلقات اللازمه لمسدسه وبياخد الرصاص اللازم وبيجي يمشي، بس والتر بينده عليه وبيقفل باب المحل وبيكون جيك خرج بره لوحده. والحقيقه ان والتر ما بيكونش موجود في المكان بجسمه، بس بيستخدم سحره علشان يقدر يكلم رولاند وبيكون سيطر على صاحب المحل وبيخليه يضرب نار على رولاند. رولاند بيسيبه في كتفه بعدها وما بيرضاش انه يقتله وبيفضل يدور على مكان يخرج منه وسط وساوس والتر ليه لحد ما بيلاقي باب خلفي وبيكسره وبيخرج منه، بس ما بيقدرش انه يلحق جيك اللي بيكون اتباع والتر استنوه بره وخطفوه في عربيه وهربوا من المكان. وبيودوه بعدها لوالتر اللي بيكون مستني في مكان البوابه اللي بتوصل المقر بتاعه في العالم الاوسط. بنشوف والتر بيقيس طاقه جيك بجهاز معاه وبيقول ان الطاقه بتاعته كفيله انها تدمر البرج، وبيمسك جيك بعدها من رقبته وبيروح للبوابه وسط احتفالات اتباعه. وفي نفس الوقت رولاند بيكون وصل هو كمان لمكان البوابه وبيبدا انه يتخلص من كل الحراس واحد ورا التاني. فالحراس الباقيين بيكتشفوا وجوده وبيبداوا يحضروا اسلحتهم علشان يخلصوا عليه. والتر بياخد جيك قبل ما بيعدي من البوابه. رولاند بيكون دخل في معركه قويه مع حراس والتر وبيبدا انه يخلص عليهم كلهم. في الوقت ده والتر بيكون عدى بجيك للعالم الاوسط وبيربطه في كرسي بعدها وبيبدا انه يسحب كل طاقته علشان يدمر البرج المظلم. وفي الوقت ده رولاند بيكون مستخبي من رصاص مساعدين والتر وبيخرج بعدها وبيخلص عليهم واحد ورا التاني بمسدساته وبيرمي انبوبه غاز بعدها على مجموعه تانيه وبيفجرها بالمسدس وبيخلص عليهم هم كمان. جيك بيكون مربوط في الكرسي وبيحاول يقاوم سرقه والتر للطاقه بتاعته، بس والتر بيستفزه وبيقول له انه قتل امه علشان الغضب يسيطر عليه ويقدر يسحب منه قوته، وده اللي بيحصل فعلا. فجيك بيغضب جدا وبيبداوا يوجهوا طاقه جيك في اتجاه البرج. بنشوف الظلام بدا انه يسيطر على الكون ورولاند بيشتبك مع مساعد والتر وبيقدر انه يخلص عليه ويقتله. وبيوصل لبوابه بعدها اللي مساعدين والتر فشل انهم يقفلوها لان جيك قدر يسيطر عليها بقوته. والتر بيخرج من البوابه علشان يشتبك مع رولاند، بيبدا يضرب نار عليه فوالتر بيصد رصاص كله وبيبدا انه يرد الهجوم على رولاند بسحره. رولاند بيكسر ازاز السقف بعدها بمسدسه، بس والتر بيجمع الازاز ده كله قدامه وبيبدا انه يحدفه على رولاند زي الرصاص لحد ما بيسيبه في ايده. رولاند بيفضل يضرب عليه رصاص تاني لكن والتر بيلم كل الرصاص ده بايده وبيحدفه على رولاند من تاني زي طلقات المسدس وبيقع عليه جزء من السقف. وقبل ما بيروح يحرقه بسحره ويقضي عليه جيك بيبدا انه يتكلم مع رولاند عن طريق التخاطر ويشجعه لحد ما رولاند يسترد قوته تاني. فبيضرب رصاص على والتر وقبل ما يمسكها رولاند بيضرب رصاصه تانيه عليها علشان تغير مسارها في اخر لحظه وتصيبه في قلبه. وبيقوم بعدها وبيخلص على والتر باكتر من رصاصه وبيحرر جيك من على الكرسي. جيك بيقدر انه يهرب ويرجع له وبعدها بيدمر جهاز والتر برصاصه، فالجهاز بيدمر المقر كله والبرج المظلم بيفضل في مكانه. الظلام بيبدا انه ينتهي ورولاند بعدها بيكون على الارض مع جيك وبيقترح عليه انه ياخده معاه للعالم بتاعه لان ما بقاش ليه حد هنا بعد موت امه، وبيقول له انه هيبقى حامل سلاح موهوب. جيك بيفرح جدا وبيوافق وبيسافروا مع بعض من تاني لعالم رولاند وبيخلص فيلمنا. شكرا للمشاهده. لو انت مش مشترك في القناه اشترك دلوقتي وفعل زر الجرس وانتظرنا في فيلم جديد. سلام.